السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روتين صباحي من مصر أم الدنيا. قولولي بقى بتتابعوني من أنهي بلد يا حلوين؟ انزلوا في التعليقات واكتبولي بتتابعوني من أنهي بلد. صباحكم كده نادي بنور الله وبذكر الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حبيت أشارك معاكم الفيديو النهاردة من بدايته كده ومن أول اليوم. طبعا بتمنى من حضراتكم ما تنسوش بقى دعمكم ليا باللايك، وتنزلوا في التعليقات تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تشجعوني يا بنات علشان الفيديو يترفع باللايك والتعليق. يلا نبدأ الفيديو يا حلوين، وشرفتوني ونورتوني، وعايزة اقول لكم بقى وجودكم على راسي من فوق. اول حاجة عملتها كان معايا صدرين فراخ كده، وقلت بقى انا عايزة اعمل شاورما. العيال بقى لهم كذا يوم عايزين ياكلوا سندوتشات شاورما، فقلت انا هجيبها وهعملها في البيت، واجيب العيش السوري والصوصات التومية والكاتشب والخيار المخلل واعملها انا في البيت. الصراحة لما بشتريها جاهزة مكلفة جدا يا جماعة. احنا ما شاء الله اسرتنا كبيرة شوية، فعلشان اشتري بقى يعني لكل واحد فالموضوع يعني بيعدي. انما لما بجيبها واعملها في البيت كده ما شاء الله اللهم بارك بتكون جميلة، وكمان مش مكلفة. ده غير ده بقى يا جماعة نظيفة وعلى قد الايد، وانت اللي عاملاها في بيتك وعارفة انت حاطه لها ايه وضايفه لها ايه وعاملينها ازاي. بتبلها زي ما انتوا شايفين بتتبيله سهله وبسيطه جدا زي ما شايفين كده يا جماعه. واصل التتبيله هو العسل الابيض ودبس الرمان، بيفرقوا معاكي كتير جدا في تتبيله الشاورما. طبعا لازم لها من الزبادي والكاتشب والمستردة، وتوابل الشاورما بتيجي كده من عند العطار اللي انتوا شايفينها في الكيس دي. معلقه الخل، معلقه الليمون، ده كله يا جماعه. حتى انا هضيف هنا بابريكا لان البهارات اللي انا جايباها ما فيهاش بابريكا. ما تنسيش حبة الزيت كمان ومعلقتين الزبادي. بقلب ده كله بقى، وانا بعملها هنا من الصبح بدري. احطها في علبة تلاجة وعلى على رف التلاجة كده احتفظ بيها، تشرب من التتبيلة لحدية العصر. طبعا على بقى ما المخبز اللي جنبنا يشتغل واجيب منه العيش السوري، واخرج بقى اجيب الصوصات اللي انا عايزاها، علشان انا عايزه اعمل لهم سندوتشات ياكلوها كده وتعجبهم باذن الله. هنا بقى هعمل حاجة حلوة كده برضو. كوباية عصير كده، فواكه ترد الروح كده وتكون ساقعة جنب السندوتشات. اعملها برضو بحطها في التلاجة كده بتشرب من بعضها وبتكون جميلة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن موز وفراولة وتفاح وخوخ مسلوق. بصي بقى حطي كل الفواكه، يعني انا هنا حطيت كل الفواكه اللي كانت متاحة عندي. ممكن تزودي كانتالوب، ممكن تزودي كيوي، توت، كريز. كل الفواكه اللي موجودة عندك تقدري ان انت تضيفيها لسلطة الفواكه، بتكون باردة كده وبتكون جميلة وبترد الروح ومنعشة جدا في الجو الحر ده. كان عندي بطاطين طبعا كنا بنتغطى بيها طول الشتاء، انما دلوقتي انا طلعت للحفا الفايبر يا جماعة، يعني مع التكييف وكده بالليل اللحاف بيكون حلو قوي، لكن البطانية الصراحة تقيلة. فالبطانيتين دول انا شايلاهم من اول الصيف، وكل ما اعدي عليهم بقول لهم انا هغسلكم بس اصبروا عليا. بصوا يعني عايزه اقول لكم هم مركونين بقالهم فتره، خلاص بقى انا قلت انا هغسلهم بقى معاكم في الفيديو ده. بنقعهم كده يا حبايبي بكلور الوان والاريال والمعطر بقى اللي انت بتستخدميه. طبعا انا مش هقول لكم، يعني انتوا اكيد شاطرين وعارفين اكتر مني كمان. بس بقى انا بحب كده اضيف بشر صابونه يا جماعه. عارفين الصابون البلدي ده انا بصنعه في بيتي من الزيت المستخدم، فباخد صابونه كده وببشر منها مع نقع البطانيه. الصراحه يا جماعه بتقضي على البكتيريا اللي موجوده، وبتخلي ريحه البطانيه جميله خالص. من البوتاس ماده كاويه ومعقمه في نفس الوقت زي الكلور بالظبط. اول حاجه هستخدمها هو المعطر لغسيل البطاطين تحفه. وطبعا مش هننسى الاريال، انا بستخدم اوكس.
الاوكسي حلوه جدا. وش خالص يا جماعة من الكلور الأبيض ده، حلو جدا وبيطهر وبيدي ريحة حلوة للمفروشات. لو انت هتخزنيها من السنة للسنة بيقضي على البكتيريا اللي بتسبب ريحة الكمكمة والريحة اللي مش كويسة في المفروشات. فاوعي تقلقي منه خالص، احنا هنضيف كمية بسيطة جدا على المعطر وعلى الاريال كمان. بسم الله. يعني الكومفورت بصراحة يا جماعة أجمل حاجة أنا استخدمتها الغسيل المفروش. انزل بقى بالخلطه اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله. الخلطه دي فيها الاريال وفيها المعطر وفيها كل حاجه يا جماعه تلزم الغسيل. بصوا مروان ابني بقى ما صدق، قلت له اجري يا مروان يلا تعالى اغسل لي يا حبيبي البطانيه، والله طلع يجري. الولاد بيحبوا غسيل البطاطين كده زي ما كنا احنا زمان بقى، يعني بنحب غسيل البطاطين احنا كمان. ده كان الدور بتاعنا يا جماعه. فاكرين بقى لما كانت مامتك تناديلك تقولك تعالي دوسي في البطانيه واغسليها لي؟ انا بقى دلوقتي بعمل كده مع اولادي. جبت القفص ده او اي بوكسه موجوده عندك وطلعي عليها البطانيه كده تتصفى وتشطفيها. شطفتها مره واتنين وتلاته، بس هرجع اغسلها تاني يا جماعه. مليت الطشت ميه وهرجع ارجع البطانيه دي تاني واعيد عليها الغسيل من تاني بالصابونه البلدي مع الفرشه كده، وادعكها حته حته وتفصيله تفصيله. كل تفاصيل البطانيه انا هغسلها من تاني. طبعا البطانيه هتتخزن يا جماعه طول الصيف، فلازم تكون مغسوله كويس جدا، ولازم تكوني منشفاها في الشمس 3-4 ايام في الشمس متواصلين، علشان لما تيجي تخزنيها وتطلعيها تلاقي ريحتها حلوه، وكمان يعني مش مكمكمه زي ما الكل بيتشكى ويقول لي يا ميادة ده احنا بنغسل البطاطين في اول دخول فصل الشتاء علشان لما بتتشال من الصيف للشتاء بتكمكم معانا. عايزه اقولك اغسليها كويس قوي، ودخلي في الميه بتاعتها شويه كلور ابيض، اخلطيهم بالميه وخففيهم واشطفي بيهم البطانيه، هيقتلوا معاكي اي بكتيريا موجوده في البطانيه. كلور الابيض يا جماعه. واغسلي البطانيه واشطفيها بقى. عايزه اقولك اشطفيها بالميه مره واتنين وتلاته وتشهدي عليها. نشفيها في الشمس بقى 4-5 ايام. كمان اليومين دول الشمس حاميه جدا فهتنشف معاكي اي مفروشات انت هتغسليها. بعد ما البطانيه نشفت هاتيلك صابونتين كامي ومكعب مسك واحفظيه في قلب البطانيه مع طبعا الكيس بقى، كيس الخزين بتاع البطاطين. اتفرجي على البطانيه دي وانت بتطلعيها للشتاء ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين انتوا كل حبايبكم. هتلاقي البطانيه محتفظه بريحه جميله قوي ونظيفه وزي الفل. يعني احنا الايام دي الشمس ما شاء الله حاميه، لكن لما يجي داخل الشتاء الشمس بتبقى بعدت شويه، فلا الايام دي غسيل المفروشات ما بصراحه حلوه قوي. بحب اغسل البطانيه بالفرشه كده. كمان في متابعه ليا قالت لي يا مياده افردي البطانيه زي السجاده على الارض كده ودوري عليها بالفرشه كلها. يعني انا حبيت الطريقه دي بصراحه، لان الارض ممكن تكون مش نظيفه فهفرش عليها البطانيه ازاي. البوكسه بقى اللي بتحطيها تحت البطانيه دي بتخلي الميه تنزل كده وتصفي نفسها وتبقى نظيفه وزي الفل. هنا بقى هغسل البطانيه التانية بنفس الطريقه، بس انا اللي نزلت فيها بالرجل كده يا جماعه، عذرا عذرا عذرا. العبايه طويله وواسعه ويعني الحمد لله يا رب كده سافرين نفسنا. ربنا يسترنا كده تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليه. اللهم استرنا يا رب دنيا واخره يا رب. الستر من عندك يا رب ليا ولولادكم وليكوا ولولاد المسلمين يا رب والبنات المسلمين يا رب. استرهم دنيا واخره. اهم حاجه الشطفه دي يا جماعه. يلا قومي تشجعي من الفيديو كده، ولو عندك بطانيه قومي يلا اغسليها. لو عندك لحاف فايبر قومي اغسليه. هتغسليه ازاي يا ست البنات؟ كل شويه ما شاء الله دلوقتي البانيو بقى اساسي فيها. املي البانيو ميه دافيه، انزلي بكيس اوكسي اللي هو الكيس اللي ب25 جنيه ده، انزلي بكيس بنص كيس كلور. تمام، مش نص كيس، خليه ربع كوبايه كلور، ربع كوبايه
نسبة قليلة قوي، خدي بالك لان النقطة منه لو نزلت على الهدوم هتبهدلك الهدوم. فربع كوباية كلور على ملو البانيو مية وكيس الاوكسي. ما تنسيش باكو معطر سواء كومفورت او دوني. انزلي بالبطانيه او اللحاف الفايبر ونقعيها من بالليل لحد الصبح، اغسليها برجليكي كده زي ما شفتي، وبعد كده اشطفيها مره واثنين وثلاثه وصفيها واطلعي انشريها في البلكونه على السطوح زي ما تحبي وزي المتوفر عندك. وفري فلوسك، وفري فلوس المغسله، واعملي حاجتك بنفسك، والله ما في انضف منها. انت مش عارفه السجاد اللي بيتغسل في المغسله بيتنشف ازاي، ورجل مين اللي بتمشي عليه وبيتشطف كويس ولا لا. لكن عن تجربة ناس كتيرة قوي اتشكوا ان السجاد بيرجع لهم ريحته مكمكمة، السجاد بيرجع مش نضيف، السجاد بيتبدل، بيرجع لهم سجاد تاني خالص. السجادة بتتسرق اصلا ومش بيلاقوها، وبيقعوا في مشاكل وجع دماغ، وفي الاخر مش بيجي لهم حاجة. ده غير ان مواصلة رايحة ومواصلة جاية ومرمطة المرمطة يا جماعة. طب وعلى ايه بقى؟ ما احنا هنفرش السجادة كده ونغسلها بنفسنا، والموضوع يعني ما هو صعب يا جماعة، ده الموضوع سهل خالص، احنا اللي بنصعب على نفسنا الصراحة. بصوا بقى المشايتين دولت والسجادة دي، السجادة النبيتي دي بتاعت المطبخ، والمشايتين دول بتوع اوض ولادي محررين الجو جدا. قلت انا هغسلهم، واشتريت بقى بنات حافظات سجاد كده يعني باركولي، كان نفسي فيها قوي وكان عاجبني شكلها جدا. اشتريت الحجم اللي هو بتاع المشايتين دولت ما بين السراير وبعضها كده بفرشهم. هوريهم لكم الفيديو الجاي. الاتنين ب500 جنيه، يعني الواحده وقفت عليا ب250، يا بلاش. حافظة المطبخ وقفت عليا ب350، اكبر من السجاده دي شويه، تمام، بس رهيبه وحلوه قوي. يعني السجاد هو مفروش على الارض بيحرر الجو. وانا بقى من عشاق السيراميك في الصيف، يعني انا مش بحب افرش مفروشات في الصيف، لكن حافظات السجاد اللي نازله الايام دي رقيقه كده يا جماعه، ولطيفه لطيفه قوي، ومش بتحرر الجو. كمان غسيلها سهل وخفيفه التنظيف، لما بتيجي تنضفي كده وتمسحي الارضيه سهله ان انت تشيليها وتحطيها. وبصوا بقى انا ما بحبش اغسل السجاده غير بالطريقه دي، الصابونه البلدي، وادعك المنسوجات بتاعت السجاده كده، وبالفرشه بقى بتلاقيها ماشيه مع السجاده بمنتهى السهوله يا ولاد. بصوا بتتزحلق كده، بتتزحلق من الصابونه. غسلت السجاده دي بفرشه البلاط، لكن المشايتين التانيين غسلتهم بفرشه المساحه، لان كان ظهري خلاص اتقسم. الاوكسي ده خطير خطير خطير، وريحته تحفه التحفه، ما بستغناش عنه. وغلب الاريال وغلب البرسيل، عاده الاريال والبرسيل مقاطعه، فاحنا بنستخدم اوكسي في مصر. بصوا بقى فرشه المساحه دي، والكل اللي سالتني عنها انا جايباها من محل ادوات منزليه وثمنها 40 جنيه، وجميله الجمال وتحفه التحفه وروعه الروعه. لو انت بتطلبي رايي فيها اقولك روحي اشتريها، اول ما تشوفيها اشتريها وادعيلي دعوه حلوه من قلبك، انت لوحدك هتدعيلي. جميله يا جماعه، وبتنضف السجاد، بغسل بيها السيراميك بتاع التواليت، بتنضف الوزر ما بين السيراميك والسيراميك. هنا انا كنت ماسكه الخرطوم وبنوتي الجميله ماسكه المساحه. بصوا البطاطين منشوره هي في الشمس، انما السجاد انا مش هنشره غير تاني يوم بقى، يكون صفى نفسه من الميه، تكون البطاطين نشفت شويه، احطهم الاتنين في جهه وانشر بقى السجاد بتاعي في الجهه التانيه. وكل ما السجاد بقى اتشطف بميه جاريه كل ما كان ريحته حلوه بعد ما ينشف. عايزه اقول لكم بقيت اكب الميه واحط الاوكسي وادعك بالفرشه واشطف وارجع اعمل تاني. انا علشان هعينه يعني مده كذا شهر،
فعايزه لما اجي اطلعه باذن الله يكون ريحته حلوه. تمام، انتوا فاهميني. هجيب له اكياس بقى ومكعب المسك ده انا ما بستغناش عنه. للسجاد ببشره جوه السجاد، انما للبطاطين بحط المكعب زي ما هو. عايزاكي تتشجعي من الفيديو، مش تشاهدي كده والسلام، لا قومي تشجعي منه. لو عندك سجادة، عندك بطانية، عندك لحاف فايبر، قومي يلا اغسلي كده وادعيلي بالله عليكي ربنا يفرج كربي وكربكم يا رب، وربنا يسترها معاكم، قادر يا كريم دنيا واخر، عليكم وعلى اولادكم وعلى كل حبايبكم. ما شاء الله ما شاء الله، حاسه ان هي بتغسل قلبي من جوه. بصوا بقى السجاده ونظافتها، ولا الميه اللي نازله منها ميه نازله رايقه خالص. معنى كده ان السجاده خلاص يعني بقت نظيفه. هنا باكد عليها التشطيف. وادي التانية اهي يا بنات. تعرفي بقى ان السجاده نظيفه من الميه اللي بتنزل منها لما بتوقفيها. الميه نزلت رايقه كده وحلوه، خلاص انت السجاده بتاعتك زي الفل. الميه نزلت مصفره كده، تعرفي ان السجاده بتاعتك لسه مش نظيفه، او ان هي بعد ما هتنشف هتلاقي ريحتها مش حلوه.